ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنعمل تريلر رياكشن للتريلر الأولى من مسلسل ذا فول اوف ذا هاوس اوف أشر. والمسلسل ده يقال ان هو آخر إنتاجات منصة نتفليكس للمخرج مايك فلاناجان، اللي هو مخرج الرعب المفضل بالنسبة لي في الفترات الأخيرة، لأنه قدم كم أعمال خرافية وبعشقها بطريقة مش طبيعية. وبمناسبة الموضوع ده، هل تحبوا ان انتوا تشوفوا فيديو فيه كلام عن المخرج مايك فلاناجان واعماله ومراجعه سريعه ليهم كلهم؟ لو حابين حاجه زي دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم، فيما يتعلق بالحلقه بتاعت النهارده، لو انتوا بتتفرجوا ولقيتوا ان التريلر رياكشن ذات نفسها مقطوعه، اعرفوا ان الكلام ده بسبب الكوبي رايتس، وهتلاقوا الجزئيه بتاعت التريلر رياكشن نفسها موجوده على تيك توك. غير كده احنا كده الحلقه بتاعتنا هتنزل، لان على الاقل فيها جزئيه التحليل والتفصيص اللي تبقى في الاخر. وقبل ما نبتدي حابب اقول ان تقريبا مسلسل ذا فول اوف ذا هاوس اوف اشر تقريبا المفروض يتعرض يوم 12/10، يعني خلال شهر بالظبط تقريبا. فكالمعتاد من غير تطويل كتير، اتمنى ان الحلقه بتاعتنا تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ودلوقتي يلا بينا نشوف التريلر اللي انا لسه ما شفتهاش وهشوفها معاكم لاول مره. جامد جامد جامد، ما عنديش كلام تاني اقوله، شكله جامد فشخ. طيب بصوا يا جماعة، التريلر فشيخة، يعني الأجواء والدموية والغرابة، وواضح إن في حاجات كده ملتوية وقصص خفية ورا العيلة والكلام ده كله. دي حاجات مشابهة لحاجات كتير قوي هو عملها قبل كده في ذا هانتنج اوف هيل هاوس وذا هانتنج اوف بلاي مانر وهكذا يعني. فكان معتاد من غير رغي كتير، بعد ما قلت لكم إن التريلر عجبني، خلونا ندخل نتفرج عليها تاني ونفصصها واحدة واحدة كده، نشوف إيه اللي إحنا مخدناش بالنا منه. طيب دلوقتي الراجل ده عمال يقول it's time it's time، ومش قادر أحدد إن كان دي حادثة ولا وقع ولا انتحر ولا إيه بالظبط، بس هو واضح إن في سر خفي بدأ يرجع تاني، عشان كده الراجل ده لسبب ما بيقول it's time. وغالبا الموضوع ليه علاقة بالست اللي طلعت في نص التريلر دي. السينماتوجرافي والألوان والكادرات حاجات جامدة جدا، ما نقدرش نتكلم، عادي جدا، تحفة تحفة. خلاص يا عم اتس تايم اتس تايم، عرفنا خلاص. طيب الراجل اللذيذ ده بيقول ان الكرايم فاميلي بتاعت الهاوس اوف اشر ليها تاريخ اسود ومنيل بنين، ويمكن بيقول ان هو دلوقتي في اسود ايام. ده معناه ان هم في الغالب يعني عيله من مافيا او حاجه زي كده. اتمنى بس ان انا اكون مربط الكلام صح. اي حد هيجي ورانا احنا هنستخدم كل اللي عندنا علشان نقدر نردعه، ما هو منطقي يعني، شيء طبيعي. بيقول لك كرايم فاميلي يا بيه، كرايم فاميلي. طبعا انتوا هتاخدوا بالكم ان غالبيه الممثلين اللي موجودين هنا في المسلسل هم ناس اشتغلوا قبل كده في المسلسلات السابقه بتاعت مايك فلاناجان اللي عملها لشبكه نتفليكس برضه. يمكن هنا في اضافه واحده كبيره ومهمه، واكيد الاضافه دي هي مارك هامل. المهم خلونا نكمل. ده شكله كده البيج بوس اللي هو كبير العيله زي الجاد فاذر يعني. نرجع بقى تاني لمناقشات العائله، اللي هو بيقول له انت تقصد ايه بنيوترلايزد؟ يعني انت قصدك ان احنا يعني هنخفيهم من على وش الارض؟ ودي عامله فيها عبيطه، بتقول له نيوترلايزد لايك ديد، يعني تقصد ان احنا هنردحهم، قصدك هنموتهم يعني. شويه كوميديا كده تافهه على الماشي. لا عيب، عيب الاخلاق، ما يصحش، عيب. The creator of Haunting of Hill House، يعني دي احد الاسباب اللي مخليني داخل اتفرج اساسا، واحد الاسباب اللي مخليني متحمس جدا برضه. يعني يمكن ناس كتير تختلف معايا في النقطه دي، بس انا مسلسلي المفضل لمايك فلاناجان هو ذا هانتنج اوف بلاي مانر، مش ذا هانتنج اوف هيل هاوس، مع اعترافي ان تجربه عناصر الرعب والعناصر بتاعه الرعب بشكل عام كانت اقوى بكتير في ذا هانتنج اوف هيل هاوس، بس انا حبيت ذا هانتنج اوف بلاي مانر اكتر واتعلقت بيه اكتر يعني. المهم عشان ما ادخلكوش في تفاصيل يعني، انا متحمس جدا اساسا لمجرد ان المسلسل جاي من نفس الكرييتور، مع العلم اني ما استمتعتش قوي باخر مسلسل عمل، هو تقريبا كان ذا ميد نايت كلاب او حاجه زي كده، لان انا كنت ساعتها داخل فاكر ان المسلسل بيتكلم عن حاجه معينه، ولما دخلت اتفرجت عليه طلع بيتكلم عن قصص قصيرة اللي بتتحكي في الميد نايت كلاب. وده بصراحة شيء حسسني ان انا قاعد بتفرج على شورت ستوريز ومش متقدمة باحسن طريقة، لان هي عناصر الرعب في الموضوع ده كانت كويسة جدا، ولكن حسيت ان القصة الرئيسية بتاعت الشباب اللي كانوا قاعدين في المكان ده مش متركز عليها خالص. هو يمكن يكون الموضوع ده ضايقني شوية، ولكن معرفش لو رجعت اتفرجت عليه تاني هيعجبني ولا لا. برضو خلونا ما ننجرفش قوي ونرجع نبص تاني على التريلر. الست دي كل ما بتطلع لهم بيبقوا خايفين ومرعوبين وعمالين يعني يسألوها انت مين والكلام ده كله. ده شيء في حد ذاته غريب،
غريب، وواضح كده انها يعني مش قادر احدد هل هي حد يعرف اسرارهم ولا هي في الغالب اصلا حد مش من هذا العالم، الله اعلم. بس يعني ظهوراتها بصراحه في التريلر مقلقه. يعني شفتوا الراجل اتوغوش باتريك اشر، ده تقريبا اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو الجاد فاذر بتاع الاسره او البيج بوس، يعني الراجل الكبير. خلاص مش هقولها تاني، مفيش حاجه تانية اقولها. ايه، ما هو خلاص الزعيم يعني. عائلتك بتقول له يور فاميلي از حاجه كده، انا مش سامعها قوي. استنى احاول اشوف لو في نسخه مترجمه من الاعلان ده نشغلها تبقى احسن. طيب هو بصراحه طلع في نسخه مترجمه من التريلر، ودي حاجه انا نسيتها، بعتذر جدا. نسيت ان نتفليكس بتعمل الحركه دي بصراحه. المره الجايه لما يبقى نيجي نعمل تريلر رياكشن لاي حاجه من نتفليكس هبقى اخلي بالي من الموضوع. خلونا بقى نرجع نسمع الولايه دي كانت بتقول له إيه. تمام، هي بتقول له ان عيلتك يعني ناس ما تعرفش الرحمه، او يعني عندها قلوب ما تعرفش الرحمه، او دي الترجمه الحرفيه زي ما انتم شايفين قصادكم كده. وهم ناس قلبهم اسود، وكمان وقتهم جه. فوقتهم لايه بقى يعني؟ وقتهم لايه؟ انا عايز اعرف. ومين اصلا اللي جاي يحاسبهم؟ يعني حاجات كده الواحد عايز يفهمها. طلعت للواد الصغير والواد بيسالها انت مين. سيبكم من الترجمه اللي مكتوبه دي، هي بتقول له انها العواقب. العواقب لايه يعني؟ ايه اللي حصل قبل كده وهي جايه كعواقب ليه؟ وزي ما قلت، هل هي من ارضنا هذه ولا من أماكن تانية؟ بتقول له أنا العواقب، والليلة دي مليئة بالحاجات اللي هيبقى فيها عواقب أو حساب على حاجات قديمة، يعني حاجات زي دي. يعني بصوا، هو كالمعتاد هي مش واضحة قوي من التريلر، ولكن تحس إن الأجواء هتفضل عظيمة في المسلسل زي غالبية المسلسلات اللي فاتت. مايك فلانجان بالنسبة لي ما بيجليش، حتى في ذا ميد نايت كلاب اللي ما كانش عاجبني ده ما كنتش حاسس ان انا كاره حياتي قوي يعني وانا بتفرج. الله الله يا جماعة، الراجل مسورة ولا حاجة؟ هاتوله شوية مية بسكر. ايه كمل الاندهاش ده؟ فيه ايه؟ طب تمام، هو واضح ان احنا جينا في حد غلط، في حد بيسيح تقريبا. غالبا الشخص ده ما استحماش من يوم ما اتولد. هي في الغالب ليها علاقة بالشخص اللي ساح دون، او ليها علاقة بان هو ساح اساسا. وجاية بتقول له انا هخرج بقى، انا ليا ميعاد مع ابوك. يعني هي هتروح للواد ده الاول وبعد كده تطلع على ابوه. هل ابوه اللي هو الراجل اللي هو البيج بوس اللي هو زعيم العصابه ده، ولا الراجل التاني اللي كان موجود في المسلسلات اللي فاتت بتاعت مايك فلانجان؟ هبقى احط لكم صورته هنا وخلاص. اخوك مات، تمام، يبقى الواد اللي مات اخو الراجل ده، يبقى في الغالب ابن الراجل الكبير. تمام كده بدأنا نفهم شويه اللي بيحصل. حلو، يبقى دي الشخصيه اللي هي البارده اللي ما بتحسش بحاجه، اللي شايفه ان شويه تويتس على تويتر هي اللي هتخفف الموضوع. بس موضوع ايه اصلا؟ لان موضوع الوفاه بتاعت الولد ده في الغالب يعني المفترض انها شيء عائلي او شخصي. يعني هل الموضوع ده هو اللي عامل مشاكل وهم عايزين يخففوها بشوية تويتس على تويتر، ولا الموضوع أكبر من كده بكتير وفي حاجات تانية أكبر من كده بكتير هتحصل وهتسبب مشاكل كتير لعيلة الأشر؟ مش عارف، أنا عايز أفهم. انا مش فاهم اي حاجه. هنا بيقول لك ان ده ما كانش بالصدفه، بس دي شكلها جريمه تانية غير الجريمه اللي ساح فيها الاخ التاني عشان الاماكن مختلفه. فده مين فيهم بقى؟ ومارك هامل هنا هو شغال مع الاسره ولا شغال مع الشرطه ولا ايه الدنيا بتاعته بالظبط؟ انت مستهدف يعني، واضحه يعني، مش محتاج تقول لي، من اول التريلر باين انه مستهدف هو والاسره بتاعته. لا بس صوته فخم مارك هامل بصراحه، فخم قوي كمان. يعني بيقول له انت مستهدف والست دي تعرف عنك كل حاجه. فواضح ان في اسرار دفينه منيله بنيله عند الأسرة دي هي اللي مخلية الست دي تبهدلهم البهدلة دي كلها. It's time رودريك, what did you do؟ لقد حان الوقت يا رودريك، انت عملت ايه بالظبط؟ اوه لا، انا هتنح شويه حلوين. يعني هو ده اللي انا متخيله ولا ده تمثال ولا ده ايه بالظبط؟ عشان انا دماغي دلوقتي تبتدي تلعب لعب كبير قوي، واصلا لما شفته في التريلر يعني حسيت ان انا اللي هو ايه، انا عايز اوقف واقعد اشوف انت ايه بالظبط. طب يعني هو انا مش واضح لي ان كان تمثال ولا لا بصراحه. احاول ابقى ازوم بعدين وانا بايدت واحاول اشوف هو ايه بالظبط. ولكن لو حد فيكم خد باله ابقوا قولوا لي، علشان لو هو اللي في دماغي يبقى واضح ان الموضوع اكبر مما اتصور. بس ده ما يمنعش ان انا متحمس قوي 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 انك تشهد تصفية الحساب يا صديقي القديم. حساب ايه يا ابني؟ حساب ايه؟ انت قاعد على القهوة. جماعة راسه اتحركت بأمانة وانا بتفرج تاني، راسه اتحركت. برضو احنا نرجع لنفس السؤال، هل هو حاجة موجودة فعلا وراسه اتحركت ولا دي هلاوس؟ لان يعني انا مش انا حاسس ان المسلسل هيعمل فينا حاجات كده، حاجات مجانين. بس بصراحة انا متحمس فمش مهم يعني، انا متحمس قوي اشوف الواطي الكلب السافل ما عندوش هدوم للعزاء، حياته كلها مسخره. السافل ما ماتلوش حد قبل كده، لا ده كمان معترض على الخامه ده. لا ده انت كده حالتك صعبه. يعني ايه ما عندكش غير ستان بس؟ يعني ايه فوق انتوا ولا ايه؟ لا انا لو شفتك في الشارع مش هبص لك. لا انا لا اقرف، ما ينفع، ما يصحش يعني. ما يعني ايه تلبس حاجه من الستان يعني؟ هي
لا لا لا، ما يصحش ما يصحش يا عم، خلاص بقى، خلاص كفايه صياح بقى، ما تتنيل تلبس اي حاجه عندك وانت رايح حفله، ده انت رايح عزا، ده انت عيل رخم، صياح صياح صياح، ما يعني عديها يعني، ها لا لا، طبقيه مش عايز، طبقيه وقله ادب مش عايز، عيب، ما يصحش. اروي سيف في الظروف دي الله اعلم يعني ما حدش عارف. الالوان والسينماتوجرافي يا جماعه شكلها تبقى حلوه قوي يعني، شكلها يبقى فيه شغل عظيم كالمعتاد. حلو. وبعد سؤال هل نحن في امان، واحده من الاسره اصلا اللي هي الست السمرة شويه دي رفع سكينه على الراجل الكبير، يعني انتوا في الغالب مش في امان مع بعضكم اساسا، فما بالكم بقى بالبلاوي اللي جايه عليكم دلوقتي. حلو. الانسه عماله تخبط على الباب واحنا مش فاهمين السبب ايه، بس في الغالب كالمعتاد يعني هتلاقي حد مسرق جوه او حد محبوس، يعني حاجه في الرينج ده. if you don't stop her، لو ما قدرناش اننا نوقفها. ايوه بقى، ايوه ايوه، انا بعشق الدمويه يا جماعه، ما عنديش مشكله مع الموضوع ده. ايوه هي دي الكادرات اللي انا عايز اشوفها، زود لي من ده كتير بقى، شويه حاجات صادمه كده ودمويه، زود لي زود لي. طيب واضح ان دي صوره قديمه للولايه اللي بتطاردهم، بس يعني برضو ده ما بيوضحش اي حاجه في اي حاجه. هل هي موجوده ولا مش موجوده، ولا هل هي واحده من ماضيهم ولكن بعثت من جديد بشكل اخر؟ واخدين بالكم من الحنكه يا اسطى؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ يا اسطى انت بتعمل ايه؟ انت مستفزني من اول التريلر. ده مش ميك اب يا اسطى، والله ده مش ميك اب، مش مشكله هعديها لك، يعني اعمل ايه؟ مش هعرف اضربك للاسف، انت قاعد جوه. طيب هي الاخت بتصوت في الحيطه، فهي كده يا اما اتجننت يا اما بتصوت في حاجه احنا مش شايفينها. ان شاء الله تكون اتجننت ان شاء الله. الست دي هي اللي كانت بتتكلم وبتقول له لو ما وقفتهاش مش هيبقى لك حد من اسرتك، وبتكلم الراجل الكبارة ده، في ازاز عمال يتكسر وناس عماله تقع، ويعني الموضوع فوضوي للغايه. الغراب ده مش مريحني من اول البتاع تقريبا، هو السبب، هو اللي ورا كل حاجه، انت اللي كلت الجبن. frankly I think you forgot what I am. تقول له انت شكلك كده نسيت انا مين، او بمعنى اصح انا ايه، انت ايه فعلا، انا عايز اعرف انت ايه، انت ايه. ده في الغالب شاف صوره مراته او الجيرل فريند بتاعته بعد ما مسحت الميك اب بتاعها. رياكشن طبيعي جدا، متعودين نشوفه في المواقف اللي زي دي يعني، عادي، شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا. ممكن اترعب عادي جدا من قطه على الحيطه عينيها بتتحرك عادي جدا، يعني شيء مرعب فعلا يعني، اما كانتش هي اصلا بتحرك عينها، بس يعني فعلا شيء مخيف ومرعب في ظل هذه الاحداث المتصاعده، والعائله اللي بتموت، والوليه اللي داخله تنتقم منهم، اللي احنا مش عارفين هي وليه اصلا ولا لا، هل هي اساسا عايشه ولا بني ادمه ولا ايه بالظبط، محدش فاهم. بس طبعا يعني القطه في الموضوع ده شيء يعني حيوي جدا. ايوه تعالى لي بقى، بص دي الحاجات الغريبه اللي مخليني مش فاهم هي ايه بالظبط. يعني هي هنا في الصوره دي تقريبا شكلها ولبسها شبه شويه اللي كان في الصوره القديمه، لكن الحاله اللي هي فيها والرعب والحاجات اللي نازله دي بتقول انها غالبا دي احداث بتحصل دلوقتي في الحاضر بتاعنا. فاعتقد يعني اعتقد انها ممكن تكون ماتت قبل كده يعني، مش عارف. بس يخرب بيت الرعب يا جدع يعني. بص يا اخي، الواحد كل ما يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. احنا كنا بنسمع عن واحد اتخضى لما يشوف مراته من غير ميك اب، ده تقريبا الولية اللي شافها دي عيني يعني عينيها وقعت من وشها، فيعني بصراحة حقه يتخض شوية. سايكوباتية وضحك مخيف كده ومريب، علشان بس ايه يعني نزود الاجواء المريبة معاه. هو تقريبا الراجل ده بقى من اول هنا لغاية اخر التريلر هيفضل يقول نيفر مور 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 نيفر مور. ايه ده، دي غوريلا ولا انا بتهيألي؟ لا لا كده الموضوع وسع قوي. انتوا بتقفلوا بني ادم بادوات اسمها ايه دي، النجار تقريبا. لا برافو يعني، الكرياتيفيتي حلوه في الاوقات اللي بعده اللي بعده. ليه وبعدين هي تقريبا مش دي الوليه اللي كانوا يعني بيعملوا فيها مرمى من شويه تقريبا؟ لا في ناس بتتنطط لفوق وبتطير، ويعني انت ايه حكايتك يا وليه، انت ايه حكايتك؟ خايفه من ايه يا حبيبتي؟ عادي يعني، دي اقل ليله في البيت عندكم في الغالب يعني. ومين دي كمان؟ استنى اما نشوف كده كام فريم لورا، جايز نبقى شايفين وشها ولا حاجه. هي غالبا يعني غالبا نفس الوليه اللي مطهقهم في عيشتهم من اول المسلسل. طالما جبت لي كادر مختلف يبقى غالبا في جامب سكير. سبحان الله، قلت لكم ايه، في جامب سكير فعلا. ترى ما زلت مؤكد ان الكادرات والتصوير والالوان شكلهم خرافي. ده تقريبا واقف برطمان مخلل وشكله عاجبه الموضوع قوي يعني. واحده بتطير عادي جدا، منطقي جدا يعني، شيء طبيعي، ما فيش اي اللي بعده سويت تاني، سويت تالت تقريبا، وحاجات بتتحدث في حاجات غريبة كده. اركضوا بسلام ايه بعد اللي انت عملتيه ده يا ولد؟ هي كانت بتقول ان الهاوس اوف اشر يعني يركضوا في سلام يعني. لا فيك الخير والله، فيك الخير. يخرب بيت الرعب يا الحاج، يخرب بيت الرعب. لا حقك تترعب بصراحة. بس ايه الشيء ده اساسا؟ تصدقوا يعني شكل اللي شفناه من شوية، اللي هي التمثال اللي قلت لكم كنت فاكره تمثال، ده شكله كده طلع حقيقة. بس كده خلاص،
التريلر خلصت خلاص. تلخيصا بقى للكلام اللي احنا عمالين نقوله ده كله، التريلر جامدة جدا، الأجواء رائعة، شكلها قصة مليانة حاجات كتير، شكلها تبقى محيرة جدا. كالمعتاد أنا متحمس جدا لعشقي لحاجات مايك فلاناجان بصراحة. كمان مستني رأيكم تحت في الكومنتات، قولوا لي رأيكم في التريلر، وقولوا لي رأيكم في الحلقة بتاعتنا، واكتبوا لي متحمسين قد إيه هنا للمسلسل، مثلا على سكيل من 1 ل10. أنا متحمس جدا، أنا متحمس 10 من 10. بس كده كالمعتاد، كان معكم مرة من مرة ريفيوز. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.